الخبر الثاني من سيناء أيضا، وهو خاص بتدمير 5 أنفاق. الأنفاق دي كان بيتم تهريب بعض السلع من خلالها، تهريب بعض البضائع، وبالتالي تم تدميرها في إطار تدمير كافة الأنفاق غير القانونية وغير الشرعية اللي بيمر من خلالها مواد مهربة، من ضمنها ممكن يكون سلاح زي عسكري مشابه للزي العسكري المصري، وبالتالي تم تدمير ال5 أنفاق من خلال معدات فنية متخصصة في تدمير هذه الأنفاق. الأنفاق موجودة في مناطق خالية تماما، وبعضها الآخر موجود في منازل شبه مهجورة وقريبة من الحدود الدولية أيضا. المصدر بيقول أنه الأجهزة الأمنية مستمرة في هدم وتدمير الأنفاق وإغلاقها لمنع التهريب إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية هدم وتدمير نسبة كبيرة منها وإغلاق أيضا نسبة كبيرة منها.